تركاية حلوة جدا بس مهمة لما تستخدمها في الإضاءة هتخلي المشهد بتاعك يبان إن هو طبيعي وفي نفس الوقت يكون احترافي، وهي إنك لما تيجي تحط أي مصدر إضاءة في المشهد بتاعك حاول دايما تخلي مصدر الإضاءة دون مألوف للعين. يعني العين تكون عارفة الإضاءة دي جاية منين وطبيعتها عاملة ازاي. أنا مثلا لو عملت باك لايت بنفس درجة وزاوية الإضاءة اللي موجودة على الزرعة اللي ورا انت مش هتحس انها مختلفة، وزي ما انت شايف انت هتحس ان الاضاءة اللي جت عليها باك لايت هي دي اللي موجودة عند الزرعة ورا ومفيش مصدر تاني محطوط لها مخصوص. على العكس انا حاطط لها لمبة لوحدها وعاملها بنفس الدرجة وحاططها من نفس الاتجاه. زي مثلا اللقطة دي انت شايف ان الاضاءة جاية من الشباك ورا بس الشادو مرسوم الناحية دي، فطبيعي لما مصدر الاضاءة يكون الناحية دي الشادو يبقى هنا. ده لان انا حاطط مصدر الاضاءة في الاتجاه العكسي. تخيل مثلا لو نقلت مصدر الاضاءة الناحية التانية في نفس اتجاه الشباك، اعتقد دلوقتي ان عينك هتبقى مرتاحة اكتر لان الاضاءة جاية من الناحية دي، فطبيعي ان الشادو يترسم على وشي الناحية دي، فانت مش حاسس ان في مصدر اضاءة غريب وانك شايف ان دي الاضاءة الطبيعية اللي داخلالي من الشباك. فاعمل كومنت محتاج تتعلم ايه في التصوير وما تنساش الفولو واللايك.